نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن رئيس البنك الإفريقي للتنمية قوله بأن البنك يعتزم إقراض المغرب 650 مليون يورو، حوالي 688 مليون دولار، لتطوير بنيته التحتية للنقل في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. وقال رئيس البنك أكينوومي أديسينا إن التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والمطارات في المغرب استعدادا لكأس العالم سيعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليه. ويستضيف المغرب كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وسيكون بذلك ثاني بلد إفريقي يستضيف البطولة بعد جنوب إفريقيا التي نظمتها في عام 2010. وبدأ المغرب في تنفيذ خطط لتطوير مشاريع البنية الأساسية المرتبطة بقطاعات النقل الجوي والطرق والسكك الحديدية. وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية 3 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية بلغت 344.7 مليون يورو، مخصصة لتنفيذ برامج دعم لتعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية وتقوية إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها، إضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط. وقد وقع الاتفاقية الأولى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا بقيمة تبلغ 120 مليون يورو. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية، ما سيمكن من تنفيذ إصلاحات كبرى في مجال الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لا سيما الإصلاح الجاري للمؤسسات العمومية. أما الاتفاقية الثانية البالغة قيمتها 104.7 مليون يورو، فقد وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان ونائبة رئيس البنك الإفريقي لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات. وتروم تنفيذ مشروع رقمنة وتعزيز إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين أدائها، وستمكن بذلك من تعزيز تأمين إنتاج المياه الصالحة للشرب وتحسين الأداء التقني في عدة مناطق وتجمعات حضرية بالمغرب، فضلاً عن دعم رقمنة العمليات. أما الاتفاقية الثالثة التي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، تم توقيعها من قبل المدير العام لشركة الناظور غرب المتوسط جمال بن جلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا محمد العزيز، ومدير شركة تمويلكم هشام السرغيني. وترمي إلى دعم مشروع تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط، لا سيما من أجل تعزيز وتنوع العرض المينائي المغربي من خلال ترسيخ دوره كمنصة لوجستية صناعية، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة الشرق. كما ستتيح هذه الاتفاقية تطوير مساحات اقتصادية ووحدات صناعية ولوجستية داخل الميناء. وبهذه المناسبة أكدت السيدة فتاح على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى التزام المملكة لفائدة الرهانات الكبرى بالقارة الإفريقية. وأشارت إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يقدر هذه الشراكة ويعتبرها نموذجاً يحتذى به لباقي الدول الإفريقية. وأضافت أن هذا التمويل يعكس مصداقية المغرب
ويدخل ضمن دينامية تنموية تشمل عدة قطاعات استراتيجية، لا سيما قطاع الماء. يذكر أن حضور البنك الإفريقي للتنمية في المغرب يمتد لأزيد من 50 سنة، وتشمل تدخلاته القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتنمية البشرية والمياه والفلاحة والطاقة والنقل والمالية.